احمد فتحي، تحركات لاعبي النادي الاهلي بقى في العمق، وليد سليمان وممكن التعادل. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هنا المساحات في وسط ملعب نادي الزمالك، والتعادل من وليد سليمان في الدقيقه التاسعه. ملعوبه حلوه حلوه حلوه، وهدف شبيه بالهدف اللي سجله في مرمى ليوبار. وامامنا هنا على طول السعاده، شوف الكره الملعوبه في العمق وقطع حلوه قوي. عارفين نقاط ضعف بعض، الاوراق مكشوفه، لم يراقب، لم يضغط فتح الله ولا عبد الشافي. وليد سليمان يهرب وبيسرى جميله حلوه حلوه في المقص. هدف التعادل، هدف التعادل. مباراه قمه بالفعل، والتعادل 1-1 بعد 9 دقائق. عمر جابر في الدقيقه الرابعه، وليد سليمان في الدقيقه التاسعه. ويبدو ان الاوراق مكشوفه، لكن لسه دور احمد عبد الظاهر مش حاسين بيه في اللقاء. احمد عبد الظاهر اللي بيلعب مع النادي الاهلي قادما من نادي امبي. وادي كره راسيه هنا على طول هدف احمد عبد الظاهر. احمد عبد الظاهر نشعر به في هذه اللقطه، والهدف ظاهر بالالوان الحمراء، والهدف هنا في مرمى نادي الزمالك ياتي في الدقيقه 15. احمد عبد الظاهر من الركنيه اتلعبت حلوه قوي من النجم احمد فتحي، وهنا بلا رقابه وبدون اي تدخل من لاعبي نادي الزمالك، سواء من حماده طلبه او من محمد عبد الشافي، ويركنها حلوه قوي احمد عبد الظاهر عشان يسجل في مرمى نادي الزمالك. امامنا هنا هدف التقدم للاهلي. الزمالك يتقدم بهدف لعمر جابر، ثم يعادل وليد سليمان في الدقيقه التاسعه بهدف جميل جدا، ثم الرأسيه الموجهه في هذه اللقطه في الدقيقه 15 من عمر هذه المباراه. امامنا استلام محمد ابو تريكه على طول يسند المره دي عبد الله السعيد، سيد معوض عبد الله السعيد يلعب الكره اللي في العمق. وليد سليمان الخطا المتكرر صلحها حلوه. يا ولد على الهدف الملعوب، هدف اهلاوي سينمائي من محمد ابو تريكه. اتلعبت حلوه قوي من عبد الله السعيد. وليد سليمان خلف الدفاع يصلحها حلوه لابو تريكه، وابو تريكه يسجل هدف رقم 13 في مرمى نادي الزمالك، الرابع افريقيا ولديه 7 في اطار بطوله الدوري، وفي الكاس عنده هدفين، ويتعادل كده في رصيد الاهداف القمه مع التتش اللي عنده 13 هدف. وامامنا ابو تريكه 13 هدف في مرمى الزمالك. محمد ابو تريكه. شوف امامنا هنا وليد سليمان بالكعب حلوه قوي، وادي ابو تريكه الخالي تماما من الرقابه، ليس هناك ضغط. الدفاعات الزملكاويه يعني هنا في هذه المباراه وكما هو معتاد في اللقاءات الاخيره. وبص شوف ابو تريكه، وبص شوف وليد سليمان بكعبه حلوه، وابو تريكه في الزاويه صعبه على عبد الواحد السيد، لكن جمله حلوه قوي. هدف سينمائي اهلاوي. اللمسه الحلوه كانت من عبد الله السعيد، التحرك الاروع من وليد سليمان، واللمسه الاخيره والتسديد. وادي امامنا هنا يعني اللسان حال الجهاز الفني النادي الزمالك، لا حول ولا قوه الا بالله في هذه المباراه حتى الان لم يسجلوا. ادي امامنا الاهلي عبد الله السعيد، تحركاته عبد الله السعيد، تغيير اتجاه بشكل رائع جدا عبد الله السعيد. حسام عاشور لمسه المره دي على طول. ابو تريكه الاشهاب، ابو تريكه لمسه واحده والتحرك في الجانب اليمين يعدلها على طول. وليد سليمان يعملها حلوه قوي بشماله، والتحرك المره دي، والهدف الرابع عن طريق احمد فتحي يسجل في مرمى الزمالك. كان سجل في لقاء سابق في 2007 2008 عندما سجل عماد متعب، سجل احمد فتحي. النهارده احمد فتحي يسجل للنادي الاهلي في الدقيقه 70 عشان تبقى النتيجه 4-1 لصالح النادي الاهلي. 4-1 لصالح النادي الاهلي. هدف ملعوب وتحركات خلف المدافعين. وادي امامنا هنا لمسه حلوه قوي. وليد احمد فتحي ينطلق، فكرنا بهدفه في كوت ديفوار في 2008. احمد فتحي مع منتخب مصر سجل في الزمالك من قبل في طبعا لقاء 2007 2008 2-0 للاهلي. ادي عبد الواحد السيد بلا حيله امام دفاع قليل الحيله. 4 الاهلي 1 الزمالك حتى الان في مباراه اليوم، ونتيجه كبيره قوي وتفوق للاهلي مستحق في مباراه اليوم.